حبايبي اهلا بكم تاني في مطبخ ميمو. النهارده هنعمل فطار سريع مع بعض او وجبه سريعه هنعملها مع بعض. بس قبل ما نبدا مع بعض ارجو تعليقاتكم واشتراككم في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، ونذكر الله ونصلي على النبي. يلا بينا. طيب، ايه المكونات الموجوده معانا؟ 4 بيضات حسب الكميه اللي احنا عايزينها، طماطمايه مقطعينها كده، سلامي او لانشون اللي موجود عندنا متوفر في البيت، اللي هي الجبنه بتاعت التوست. مفيش، ممكن نستخدم الجبنه العاديه الشرايح اللي عندنا، زبده، وعيش توست. يلا نشوف هنعمل ايه. طيب حبايبي، بنجيب طاسه زي ما انتم شايفين كده وبننزل بيها حته زبده، ها، وبالبيض بتاعنا بنقوم نازلين بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو، زي ما انتم شايفين كده، وبنقوم نازلين بالتوست كده على البيض. طيب، اول ما البيض بيمسك نفسه كده، خلي بالكم بقى، بنقوم جايبين البيض كده وقلبينه على الناحيه التانيه زي ما انتم شايفين كده، والجوانح ديت اللي طالعه من البيض بنقوم جايين لمينها كده اهي. ماشي. بنعمل ايه بقى؟ بنقوم جايين مثلا جايبين حته جبنه هنا اهي، وحته جبنه الناحيه التانيه، يعني واحده على التوست هنا وواحده على التوست الناحيه التانيه، وبالسلامي بنقوم جايين 3 قطع هنا و3 قطع هنا برضو، حته جبنه هنا وحته جبنه برضو الناحيه التانيه اهي، ونازلين بشويه طماطم اهو اهو. شوف انا هعمل ايه، واقوم جاي كده وتاني التوست على بعضه كده اهو، واسيبه يتحمص شويه عشان السلامي والجبنه اللي حطيناه فيه اهو. طيب زي ما انتم شايفين احنا حمصنا التوست من ناحيتين، الناحيه اللي فوق والناحيه اللي تحت اهو، وبعد كده بنطلعه في الطبق، وده شكله النهائي زي ما انتم شايفين كده اهو. طيب حبايبي، هنفترض ما عندناش توست. طيب نعمل ايه؟ نجيب اللي هو عيش الرقاق دوت، انا ما اعرفش اسمه ايه عندنا في مصر، بس هنا بيقولوا عليه ويربس او تورتيليا. ماشي. طيب نفترض ما عندناش ده برضو، يبقى نجيب العيش الشامي، وهوريكم برضو طريقته بتتعمل ازاي. هي نفس الطريقه. الطاسه اهي، بنقوم نازلين بالبيض. طيب بعد كده بنجيب اللي هو العيش الرقاق دوت وبنقوم نازلين بيه كده في البيض، وبنستنى على البيض شويه على ما يمسك نفسه برضه. طيب بنقوم عاملين ايه بقى؟ بنقوم برضه جايين قلبينه كده بنفس الطريقه زي ما انتم شايفين، بنقوم جايين نازلين برضه بالجبنه بتاعتنا اهي، بس على نص واحد بس او على ناحيه واحده بس، ناحيه واحده اهي. بننزل بالجبنه كلها على ناحيه واحده مش الناحيتين، وبنقوم جايين نازلين بشويه سلامي اهو اهو، ونازلين بالطماطم. ممكن برضو ننزل بيها كلها اهي، وبنقوم جايين قلبين العيش كده اهو، وبرضو بنحمصه من فوق وتحت. وده كان شكله النهائي بعد ما خلص. يبقى احنا كده عملنا
نوعين من السندوتشات، توست واللي هو العيش الرق بتاعنا، او ممكن برضو نعمله بالعيش الشامي زي ما انتم شايفين كده. طيب حبايبي، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو الفيديو عجبكم فما تنسونيش باشتراككم وتعليقاتكم في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.